لو ما شفتش الموسم الاول من اكاديمية ملك الشياطين فروح شوف الاول، واللي هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. وزي ما شفنا في الموسم الاول من الحكاية، اتفاق انوس مع حاكم البشر كانون على ابادة العالم وتجسيدهم بعد 2000 سنة. بعد كده شفنا انوس بعد ما تم قبوله في اكاديمية ملك الشياطين، وعرفنا ان في حد حرف التاريخ من بعده. بعد كده اتعرف انوس على ميشا وساشا وميسا وفريقها وري، اللي عرفنا بعد كده انه تجسيد للبطل كانون. وكمان شفنا المعركة النهائية بين جيش البشر وجيش ملك الشياطين انوس، اللي كان التفوق فيها لمصلحة انوس بفرق كبير وواضح، واللي كان الفضل فيه بسبب اصدقائه واتباعه قبل 2000 سنة. وشفناه بعد ما ضحى بنفسه للمرة التانية قدام البطل كانون، بعد ما امر جيشه وكل الشياطين انهم ما ياخذوش بثأره غير لما يتجسد مرة تانية. وشفنا زعل ميشا وساشا عليه لانهم فكروه مات، لكن رجع لهم مرة تانية وعاشوا حياة سعيدة مع بعض. وده كان تلخيص سريع لاحداث الموسم الاول. فيا ترى ايه هي احداث الموسم التاني؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية، فتابعونا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو انت مش مشترك في القناة دوس اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بالملخصات الجديدة. وتعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. بس قبل ما نبدأ عاوزين نوضح حاجة مهمة جدا. جميع المعتقدات في الانمي معتقدات خاطئة بخلاف عقيدة الإسلام التي ننتمي إليها، واحنا ملناش علاقة بيها. نحن نشاهد من أجل المتعة فقط. حكايتنا بتبدأ إن من 2000 سنة، وتحديدا قبل اتفاق أنوس مع حاكم البشر كانون على إبادة العالم في غابة الأرواح العظيمة اللي بتظهر فيها الروح العظيمة لينو، وهي بتتكلم مع الثلاثي تيتي بخصوص ذهابها لمدينة دلسجاد. في الوقت ده بيهجم عليهم حاكم السماء نوسوجالي، وده بمثابة الأب الروحي للسماء، بل وكمان والد كل الحكام. بيقول لها أنا جيت وعندي أخبار سارة ليكي. أنا قررت إنشاء طفل جديد علشان يكون ابن الحاكم، وتم اختيارك لتكوني أم هذا الطفل. بترفض لينو الطلب وبيقول لها ان الموضوع ده تم تقريره بواسطة الحكام، لكن لينو عندها رأي تاني. بتقول له حتى لو كنت فرد من عشيرة الحكام مش هسمح لك انك تعمل اللي انت عايزه هنا. بتهجم عليه بنبات الغابة، ولكن سرعان ما نوسوجالي بيتحكم فيه وبيهجم عليه هو. في الوقت ده بيظهر انوس وبيهجم عليه وبيقول له انت بقى ملك الشياطين انوس، اطمن الحكام قرروا انه يتخلصوا منك اخيرا، كلها مسألة وقت بس ويصدر قرار علشان اتخلص منك. لكن ده انوس يابا بيقول له قبل ما تخلص عليها هكون مخلص عليك دلوقتي. بيقول له ما تقدرش، هو ده القانون وان محدش يقدر يقتل حاكم. لكن انوس ما بيتهددش يا صاحبي. في ثانية واحدة بيكون شين صديق انوس سارق صوته بسيف الغنائم، واللي ما يعرفش شين فده صديق انوس وذراعه الايمن، وكنا اتكلمنا عليه في الموسم الاول من الانمي. بيقول له انوس نفذ الامر وبيخلص عليه في لمح البصر، وبيكون انوس جاي علشان يسمع قرار لينو في ابادة العالم. بتقول له انها موافقة، وفي الوقت ده بيعين شين حارس خاص ليها. بترفض لينو في الاول وجود حارس شخصي ليها، لكن بتوافق في النهاية. وبيكون انوس محتاج زعيمة الارواح لينو علشان تعمل حواجز بين الثلاث عوالم، واللي هم عالم البشر وعالم الجحيم وعالم الارواح. وبيكون كمان محتاج زعيمة الخلق ميليتيا، وده علشان يتم خلقه بعد 2000 سنة. وبيعتمد على البطل كانون علشان يقتله، اللي بيكون واثق جدا في انوس. واحنا عارفين الاحداث اللي حصلت بعد كده، واللي هي احداث الموسم الاول. بعد كده بنشوف شين وهو بيوصل لينو لغابة الارواح العظمى، ولما بيوصلوا بنشوف مجموعة من الذئاب السحرية وهم بيهجموا على الارواح، لكن شين بيتصدى ليهم وبيخلص عليهم. في نفس الوقت ده في ذئب سحري كان بيهجم على لينو، ولكن شخص خلص عليه في لمح البصر. بتطلب منه لينو انه يظهر، ده لان الغابة بتاعتها ومحدش يقدر يستخبى فيها وقت طويل. في الوقت ده بيظهر ليها شاب صغير وبيقول لها انه مش عدو ولا حاجة. بتسأله عن اسمه، بيقول لها انه اسمه انوش بولتي كول. نرجع بقى لزمن الحاضر في اكاديمية ملك الشياطين، وبيكون في مجموعة من طبقة النبلاء لسه بيتنمروا على انوس. في الوقت ده بتعرفهم المعلمة مينو ان في طلاب جدد من اكاديمية البطل هينضموا ليهم، واللي هم إلينور وزيشيا. وكمان بتعرفهم ان معلمهم الجديد هو ديد جون ابتداء من اليوم، وده بقى معلم مولود قبل الاباطرة السبعة، ده غير انه عضو في الملكيين الاشرار الاربعة. واللي ما يعرفش الاشرار الاربعه دول بقى فانا اعرفكم عليهم: ملك اللعنات، وملك النصب القرمزي، وملك الاخره، واخيرا ملك الموت المتوهج ديد جون. دول بقى اللي قادوا جيش يعد الجيش الثاني بعد جيش ملك الشياطين انوس. بيقول لهم ديد جون اسمحوا لي اعرفكم على حاجه يا شويه جهله. ملك الشياطين اللي بتؤمنوا بيه دلوقتي واللي اسمه افوس ده ملك مزيف. ملك الشياطين الحقيقه قاعد معاكم اهو، انوس فولدي جودو. بيطلب من انوس انه يجي وبيأمر الكل انه ينحني ليه، واللي بيرفض بيخليه ينحني ليه غصب عنه. بيطلب ديد جون من انوس انه يلقي كلمه، فبيرجعهم انوس لاماكنهم بسحره وبيلقي عليهم خطاب تحفيزي. لكن وهو ماشي بيقول لديد جون ان التنكر بتاعه باين قوي، وبيطلع ان ده حاكم الاب السماوي نوسوجالي. وبيقول له انوس انا عاوز اعرف انت هتعمل ايه وانت في جسم شيطان هنا. فبيطلب منه ديد جون انه يقعد علشان يبداوا الدرس. يبدا الدرس، ولكن اثناء الشرح بيعرفهم ان هو حاكم الاب السماوي نوسوجالي، وان هو هنا علشان يقتل ملك الشياطين. بيقيد مجموعه من الطلاب بسحره وبيعرفهم انوس انهم ما ينوش على اذيته، وهو مش هيقتلهم،
بيقول لانوس احب اقول لك على حاجه بقى، النظام اللي هيقتلك هو ابن الحاكم الجديد، والمفاجاه انه موجود معاك في الاكاديميه. بيقول له تمام سيب الطلاب بقى دول علشان انت مش هتستفاد حاجه لما يموتوا، لكن نسوجالي بيرفض. في الوقت ده بيستدعي انوس سيف الدمار الخاص بيه. بيقول له نسوجالي بالرغم ان سيف الدمار يقدر يخلص عليا ولكن انت مش هتقدر تعمل كده، لان انت لو قتلتني انا حاكم الاب السماوي النظام ده هيختلف والعالم هيتدمر. بس تفتكر ان انوس بيتهدد يا صديقي؟ بيخلص عليه وبيستخدم سحر الاحياء وبيرجعه تاني، وبيكون عامل عليه تعويذه تخليه يستخدم 10% بس من قوته كحاكم، ده لان لو خلص عليه تماما العالم ده هينهار. وبيقول له اللي انت ما قدرتش تعمله قبل 2000 سنه مش هتعرف تعمله دلوقتي برضه. تابع بقى الدرس وانا هقعد هنا راقبه. بيتكلم انوس مع اصدقائه بخصوص ابن الحاكم الجديد وانهم لازم يلاقوه ويوقفوه عند حده. بيعرفهم انوس انه يروح لميليس علشان يتحرك موضوع ابن الحاكم الجديد. في الوقت ده بيقرروا انهم يتقسموا ل3 فرق، ولكن بتعتذر الينور انها تدور معاهم علشان بيكون جالها اتصال من باقي طلاب اكاديميه البطل، واللي هم يانو ولوس وزيلو، اللي بيعرفوها انهم اكتشفوا تعويذه مزعجه هنا وانهم شاكين ان جيرجيا هو اللي وراها. نروح بقى ري وميسا اللي لسه ما وصلوش لاي حاجه تدلهم على ابن الحاكم الجديد. فبيعرف ري ميسا انهم لازم يوصلوا الحل في اسرع وقت، ده لان نسوجالي هو اللي ساعد جيرجيا في استخدام السحر الملعون. فبتحس ميسا بخوف ولكن ري بيطمنها وبيعرفها انه هيحميها. في الوقت ده بيظهر شخص وهو بيراقبهم، وبيطلع ان الشخص ده اسمه جيراد وهو جاي بامر من ابو ميسا. نروح بقى لانوس اللي بيطلب من فريق ميسا انهم يغنوا في مراسم قدوم ملك الشياطين التاني. في الوقت ده بيجيله اتصال من ساشا وبتعرفوا ان ريفست وباقي المجموعه اتهاجموا وميشا بتعالجهم. بيعرفهم ريفست ان المعلمه مينو اتخطفت واللي خطفها حد من عصر الفوضى واللي هو قبل 2000 سنه، وكمان بيعرفهم ان هو عامل تعويذه علشان يعرفوا مكانها. بتعرف ساشا انوس انهم هيروحوا ينقذوا المعلمه، فبيحذرها انوس لان في الغالب هيواجهوا شيطان من 2000 سنه. بيروح انوس لميلهي اللي بيلاقيه مقتول من شيطان اسمه زيك، وزيك ده بقى المستشار العسكري لملك الموت المتوهج ديجون. بيعرف انوس ان ديجون ائتمن جسده للحاكم نسجالي علشان ينشئ عدوه واللي هو ابن الحاكم الجديد، وبيعترف زيك ان قوته عمرها ما هتكون ند لقوه انوس، علشان كده هيدخلوا معركه ذكاء. نرجع بقى لري وميسا اللي بيروحوا مع جيراد اللي بيكون معاه نص السيف السحري بتاع ابوها، وفجأة بيهجم بيه على ميسا وبيعرفهم انه امر من ملك اللعنات باخذ مصدر ميسا. نروح بقى لإلينور وزيشيا اللي بيوصلوا الأكاديمية وبيلاقوا الكل متسمم هناك. في الوقت ده بيظهر لهم ملك النصب القرمزي وبيعرفهم انه هو اللي اداهم السم. نرجع بقى لميشا وساشا اللي بيوصلوا لمكان اختطاف مينو، وبتعرفهم رينكا انها مساعدة ملك العالم الآخر وانها هتخلص عليهم دلوقتي. نرجع بقى لانوس اللي بيشوف كل ده بمساعدة زيك، وبيعرف انوس ان الاشرار الاربعة عملوا تحالف مع بعض علشان يخلصوا عليه. بيقول له زيك يلا بقى نبدأ المعركة. بيقول له انا عارف ان انت بتدور على ابن الحاكم الجديد والمضيف بتاعه حد من اتباعك، اما بالنسبة لميلهي فهو وقف الزمن ثانية واحدة بعد موته، ولو الحالة دي استمرت تقدر تعيد احيائه. مستعد تراهن بقدراتك السحرية ولا لا؟ بيقول له انوس انت متأكد من اللي بتقوله ده؟ انا دلوقتي بجازف بحياتي كلها. بيعرفوا زيك انه لو خسر هيكون تحت تأثير التعويذة بتاعته، وبيبدأ يشرح له قواعد النزال، وبيقول له انت تقدر تخمن عليا انت شاكك في مين انه يكون ابن الحاكم الجديد، وانا هقول لك صح ولا غلط. انا اقدر اكذب عليك مرة واحدة بس، كمان انت تقدر تخمن عليا 18 مرة، ولو انت كسبت النزال تختم قوتي السحرية لمدة 5 ثواني، اما لو انت خسرت فما تستعملش قوتك السحرية لمدة 5 ثواني. وبيقول له على شوية شروط كمان وبيوافق انوس بيهم، ولكن بيغير شرط واحد وان هو هيسأله 9 اسئلة بس، وبيشاور بايده ناحية ميلهي واللي هنعرف سببها بعد شوية. المهم بيعملوا العقد علشان محدش يخالف الاتفاق. نروح بقى لجيراد اللي بعد ما هجم على ميسا بيلاقيها ما تأثرتش بأي حاجة، وده بسبب ري. فبيستدعي جيراد درع سحري وبيسأله ري انت ليه عاوز مصدر ميسا؟ بيقول له لأنها الفتاة التي حملتها الروح العظيمة لينو ومنبعها يقدر يتحكم في جميع الأرواح. فبيسألوا ري ازاي حصل على نص السيف السحري. في الوقت ده بتنتقل بينا الأحداث لإلينور وزيشيا وهما بيواجهوا ملك النصب القرمزي، وفجأة بيحول جميع الطلاب لغيلان علشان يقضي على إلينور وزيشيا. نرجع لانوس اللي بيحاول يعرف مين هو ابن الحاكم الجديد. نروح لري بقى اللي بيهجم على جيراد وبيقدر يصيبه، لكن مرة واحدة بيترمي على الأرض. فبيعرفوا جيراد ان الدرع ده بيلعن اللي بيجرح مالكه، وعلشان تشيل اللعنة دي لازم تدمر الدرع والا هتفضل طول حياتك كده. بيقوم ري وبيدمر جزء من الدرع، وبيطلع ان جيراد كان بيخدعه وبكده يكون الدرع حطم جوهر ري. نروح بقى لملك النصب القرمزي اللي بيأمر جيش الغيلان انهم يقضوا على إلينور وزيشيا، وبتجري إلينور وبتدور على الجوهرة القرمزية ده لان لو هي دمرتها هتوقف الجيش الكامل ده. بتلاقيها فعلا، ولكن ملك النصب بيفعل عليهم تعويذة بيمتص بيها كل قوتهم. نروح بقى لميشا وساشا اللي بيواجهوا مشكلة في التصدي الرينكا.
ده غير انها بتقدر تصيب ساشا اصابة بليغة، فبتحاول ميشا تأيدها بسلاسل جليد ولكن بتصيبها رينكا هي كمان. نرجع لانوس بقى اللي بيعرف اخيرا ان كل ده زيك بيضيع في الوقت، وان هو مش عارف مين هو ابن الحاكم الجديد، فبيتنازل عن المبارزة كده، مش هيستخدم قوته السحرية لمدة 5 ثواني. في الوقت ده بيهجم زيك على ميلهي علشان يدمر الجوهر بتاعه، كده انوس مش هيعرف يعيد احيائه. لكن انوس بيهجم عليه فجأة وبيقول له حتى لو انت ختمت قوتي مش هتقدر تهزمني برضه. نرجع بقى لميسا اللي بتهجم عليها رينكا مرة تانية، ولكن سيفها بينكسر، ده لان ميسا استفاقت اخيرا وبتستخدم قوتها اللامحدودة. ده غير انها بنت قلعة ملك الشياطين فوق رينكا وعاوزة تخلص عليها. نروح بقى لجراد اللي بيكون مفكر انه كده خلص على ري، ولكن زي ما احنا عارفين ان ري هو البطل كانون، وان البطل كانون عنده 7 مصادر وبيستدعي سيف الروح وبيقدر انه يخلص على جراد. نروح بقى لإلينور اللي بتقدر تكسر البلورة القرمزية اخيرا، وبتقدر انها تهزم ملك النصب القرمزي بسبب القوة اللي اداها لها انوس قبل كده، وبتستخدم تعويذة بترجع بيها كل الطلاب لشكلهم الحقيقي. اما بالنسبة لميسا بتقدر اخيرا انها تهزم رينكا وبتحبسها بفلورة جليدية. نروح بقى لانوس اللي بيقول لزيك انا عارف انك كنت بتخطط لكده من الاول، واحب اعرفك حاجه بقى، ميلهي اللي انت قتلته من شويه ده مزيف، انا بقى بدلت الجوهر بتاعه لما شاورت بايدي قبل ما اعمل معاك العقد، وميلهي الحقيقي موجود هنا. فبيحاول زيك الانتحار، ولكن انوس بيرجعه في شكل بومه، وبيعرف منه السبب الحقيقي من كل اللي بيحصل ده، وبيطلع ان الهدف من كل ده انهم يضعفوا قوه انوس، علشان كده كانوا عاوزين يقتلوا ميلهي. وبيبدا انوس يتكلم معاهم بخصوص حفل مجيء ملك الشياطين التاني، وبيقترح عليهم انهم يقولوا ان هو والبطل كانون وحدوا قوتهم وقضوا على افوس. فبيعرفوا ميلهي ان في مجموعه معتقده ان البطل كانون اختفى بعد الحرب، علشان كده لازم يكون موجود في الحفل هو كمان. في الوقت ده بتوصل إلينور وزيشا لمكان انوس، وبيعرفهم انوس ان ابن الحاكم الجديد ممكن يكون واحد منكم، وممكن كمان يكونوا بيضللونا علشان ينشئوا ابن الحاكم الجديد في الوقت اللي براقبكم فيه. في الوقت ده بيعرفوا ميلهي ان جات له رساله من كبير الموحدين بخصوص الموضوع ده، وعلى الارجح ان كبير الموحدين هو الذراع الايمن لملك الشياطين الطاغي، ايوه هو شين. فبيسالوا انوس هو ليه لحد دلوقتي ما ظهرش، بيقول له ميلهي انه اكيد عنده سبب منعه انه يظهر دلوقتي، اما بخصوص الرساله فهو هيستناك في غابه الارواح العظيمه. في الوقت ده بيستدعي ري نص السيف السحري بتاع ميسا، وبيأكد على كلام ميلهي لان تابع ملك اللعنات قال نفس الكلام. فبياخد انوس منه نص السيف وبيجمعه بالنص التاني، وبيطلع ان السيف ده سيف النهب الخاص بشين قبل 2000 سنه. في الوقت ده بتساله ميسا احنا هنعمل ايه دلوقتي، بيعرفها انوس انهم لازم يروحوا غابه الارواح العظيمه. فبيقول له ري احنا ما ينفعش نسيب نسوجالي كده، فبيعرفها انوس انه لازم هو كمان يروح معاهم. فبتساله ساشا هناخده ازاي، فبيعرفها انوس ان الحكام دايما بيوفوا بعضهم للبشر، علشان كده احنا هنروح كلنا في رحله دراسيه. بياخدهم انوس بسحر الانتقال للمكان اللي هيوصلوا من عنده لغابه الارواح، وبيعرفهم نسوجالي انه قدامهم 10 ايام بس علشان توصلوا لغابه الارواح وتستكشفوها، وعلشان توصلوا ليها في شائعات في المكان وهي اللي هتوصلكم ليها. والشائعات بتقول ان في مكان معين على حدود الغابه يوجد ضباب كثيف، جوه الضباب موجود ارواح هناك، لو قدرتوا تضحكوها هتظهر لكم الطريق. بيتقسموا ل4 مجموعات، وبيكون ميشا وساشا في نفس المجموعه. بتساله ساشا هو ممكن يكون حد فينا ابن الحاكم، فبيعرفها انوس ان الكل دلوقتي تحت الاشتباه. في الوقت ده بتظهر مجموعه من الناس وهم بيضربوا بنت صغيره، ولكن انوس بيدافع عنها لانه سمعها بتتكلم عن غابه الارواح. بتشكره البنت انه انقذها من الناس دي، وبيسالها انوس عن مكان غابه الارواح، فبتتفاجئ انه مؤمن بوجودها، وبتعرفه ان مفيش حد في المدينه مصدق ان الغابه دي موجوده. بيقول لها انوس انه راح ليها مره قبل كده، ولو انت ساعدتيني ان اوصل ليها مره تانية سامنحك اي شيء تريدينه. فبتطلب منه انها تروح معاه، بيوافق انوس وبيسالها ليه هي عايزه تروح للغابه، فبتعرفه انها فقدت ذكرياتها وحاسه ان في حاجه هناك ممكن ترجع لها ذكرياتها، وكمان حاسه انها نسيت حاجه المفروض ما تنساهاش. في الوقت ده بيبص لها انوس بعين الشيطان وبيعرف انها مش بتكذب عليه، وان هي ما عندهاش اي نيه خبيثه. بيقول لها خلاص انا هاخدك معانا، بس احنا عاوزين نعرف هنوصل ازاي، احنا سمعنا عن وجود ضباب. بتعرفوا ان الضباب ده بيكون عند السهول، وده بيحصل وقت الكسوف، بس لسه الكسوف هيحصل بعد 9 ايام، ده غير انه هيفضل 3 دقايق بس. فبتقول لهم ساشا ان 3 دقايق مش وقت كفايه انهم يخلوا الجنيات تبتسم حتى. بيطلب انوس من ميشا انها تجمع ري وباقي المجموعه دلوقتي، وبيسالوه عن الكسوف وان لسه بعد 9 ايام، ولكن انوس بيفعل تعويذه وبيقدر انه ينقل القمر امام الشمس، وبالفعل بيحدث الكسوف. وبياخدهم انوس بسحر الانتقال لمكان الضباب، وبتستغرب ساشا من البنت وانها ما اتفاجئتش بسحر انوس، فبتعرفها ان السحر ده مألوف ليها. بتسالها عن اسمها وبتعرفها انها مش فاكره، بس على الارجح اسم لينا. بيسالها انوس عن الجنيات اللي هنا، وبتعرفهم انهم اسمهم تيتي، وانهم بيحبوا اي حاجه جديده، ولو قدرنا نضحكهم هيوصلونا للغابه.
بينتشر الضباب حوالين المكان وبيوصل ري وميشا وإيرينور وزيشيا. بيفشل الكل انهم يضحكوا الجنيات، ولكن بعد وصول فريق ميسا بيقدروا انهم يضحكوهم اخيرا. واول ما بيظهروا بيعرفوا انوس وان هو ملك الشياطين. بيطلب منهم انوس انهم يوصلوه للغابة، وبالفعل بيوصلوه ليها. وبيسألهم انوس انهم لو يعرفوا شيطان هنا اسمه شين، لكن هم ما بيكونوش عارفين حاجة عنه، ولكن بيعرفوه ان في شياطين هنا تابعة لملك الشياطين من 2000 سنة، وانهم في مبنى مدرسة الروح. بيقرب الثلاثي تيتي من لينا وبيقولوا انها تشبه الروح العظيمة لينو، لكن للاسف لينو ماتت من 2000 سنة. في الوقت ده بتفتكر ميسا كلام جراد وان هي البنت اللي حملتها الروح العظيمة لينو. وبيقرب الثلاثي تيتي من ميسا وبيكونوا شامين ريحة لينو فيها، فبتعرفهم ان في حد قال لها ان الطفلة اللي حملت فيها الروح العظيمة لينو، وبتسألهم عن ابوها، ولكن هم بيهربوا وبيعرفوها ان ده سر، وان ملك الروح امرهم انهم ما يقولوش لحد. بيوصل انوس وباقي المجموعه لمدرسه الروح، وبيتفاجئ لما بيلاقي ملك النصب القرمزي هناك. وبتنصدم إلينور لان مش هو ده الشخص اللي قتلها من شويه، لكن ملك النصب بيقول لها قصدك على زين مش كده؟ لا ده واحد من اتباعه وانا كنت مديله شويه من قوتي بس، وكمان انا ما كانش قصدي يحصل كل ده، بس اصرار سيدي هو اللي خلاني اعمل كل ده. وبيستغرب انوس ان ملك النصب بيخدم شيطان تاني، فبيقول له ملك النصب ان مر 2000 سنه وكل حاجه بتتغير. فبتساله ساشا عن الملكيين الاشرار الاربعه موجودين هنا ولا لا. في الوقت ده بيظهر ملك اللعنات وملك العالم السفلي ايجيس كود، وبيسال انوس ملك العالم السفلي من امتى وانت اتحالفت مع الاتنين دول. بيقول له كود ان ده اللي انت شايفه، لكن في الحقيقه ده من عمل الارواح. في الوقت ده بيدق الجرس، وبتعرفوا لينا لان ده جرس المدرسه انيو، وده بيشد انتباه انوس جدا. في الوقت ده الابواب بتنقفل، وبيظهر ليهم انيو روح الشجره العظيمه اللي بيعرفهم انهم مجرد دخولهم للمدرسه تم قبولهم فيها. واحنا هنا بندرس الارواح وانواعها وتاريخ كل واحده فيهم، بالاضافه انكم مش هتعرفوا تخرجوا من هنا الا لما تتخرجوا، وعلشان تتخرجوا من المدرسه دي لازم تنجحوا في الاختبارات الاول. اما بالنسبه للي هيسقط هيتخطف من قبل الذئب المخفي جينيور. فبيسالوا انوس عن الاختبارات، وبيعرفوا انيون ان اللي هيعدي 80% هيتنقل للاختبار التاني واللي هو امتحان الروح، ومن هناك هيقدر يقابل ملك الروح. فبيسالوا انوس عن اللي هيخسر في الامتحان. بيعرفوا انيون ان اللي هيكسب ممكن يكلم ملك الروح يرجعهم عادي. بيقول له انوس تمام، بس انا ليا طلب، وان احنا نمتحن الثلاث اختبارات مره واحده في امتحان واحد. بيوافق انيون وبتبدا فتره الدراسه واللي هي اسبوع واحد. وفي لمح البصر بيكون انوس قارئ كل الكتب اللي موجوده عن الارواح، وكمان بيساعد فريقه على حفظ المعلومات اللي فيها. بيبدا الاختبار وبيحس انوس ان ملك النصب مستخدم سحره ولعب في الاسئله، فبيقوم انوس علشان يبص على اجابات فريقه، وبيتهموا ملك النصب انه بيغش، ولكن انيون بيكون ساحب اجابات انوس قبل ما يقوم. وبيستغرب ملك النصب لان ما شافش انوس وهو بيكتب. بيخلص الاختبار وبينجح الكل، وده بفضل انوس لانه استخدم تعويذه تخلي كل الاجابات صحيحه حتى لو غلط. وعلشان الكل نجح بيعرفهم انيون ان كل واحد فيهم هيختار سلم من السلالم دي علشان يوصل لملك الروح، بس في 5 منهم بس هم اللي بيوصلوا للملك. يعني الاختبار ده معتمد على الحظ، لو طلعت السلم ولقيت الدرج مكمل لفوق يبقى انت كده هتوصل لملك الروح، اما لو لقيت الدرج السلم نازل لتحت يبقى انت كده خسرت. بيستخدم انوس تعويذه بيخلي الكل شكله، وده علشان يضمن ان مفيش غش في الاختبار ده. بيطلعوا السلم وبينجح كل من انوس وري وميسا انهم يختاروا الباب الصح، واثناء ما انوس طالع بتظهر له لينا وبيطلع انها اختارت باب غلط، لكنها افتكرت ان في ممرات سريه ونجحت انها توصل لانوس، وبكده تكون هي كمان نجحت انها توصل لملك الروح. وبيطلب انوس من ميشا وساشا انهم يدوروا على الممرات دي ويلحقوه، وبيطلعوا لفوق وبيكون انوس ولينا اول ما وصلوا. وفي الوقت ده لينا بتفتكر حاجه وبتقدر انها تلاقي باب مخفي في المكان. بيدخلوا فيه وبيكون مكان جميل مليء بالورود والازهار الجميله، وبتحزن لينا جدا لانها حاسه انها فقدت حد كان يعني لها شيئا كبيرا في هذا المكان. وبيحس انوس بوجود شخص تاني في المكان، وبيطلع انها جيسي. وجيسي دي بقى يا صديقي هي المنبع التاني لملك اللعنات. يعني ملك اللعنات ليه جوهرين روحي، جوهر ليه وجوهر لحبيبته جيسي اللي واقفه قدامنا هنا. وبتعرف انوس انها استنته في المكان ده علشان محدش يقدر يسمعهم هنا. وبتقول لانوس ان في 2 من الاشرار 4 اتخطفوا من قبل الذئب المخفي، وكمان بتعرفه ان كل ده من تخطيط ملك الروح، وكمان هو اللي بعت جراد للمدينه مستغلا رغبته في اعاده ملك اللعنات. فبيسالها انوس عن نص السيف السحري اللي كان معاه، فبتقول له على الارجح انه حصل عليه من ملك الروح. وبيسالها انوس عن ملك العالم السفلي ان كان متورط معاه هو كمان، فبتعرفه انه هو محتجز هنا كرهينه، وعلشان كده هو موجود في مبنى المدرسه. بيسالها انوس ان كانت تعرف ملك الروح،
فبتعرفه ان هو كان بيحمي الارواح عوضا عن الروح العظيمه لينو، وبتعرفه انها شافته مره واحده بس بتستخدم سحرها وبتوريهوله. وبيتصدم انوس لان هو ده نفس الراجل اللي ظهر في بطوله السيف قبل كده واللي كان متنكر في شكل افوس. وبتطلب جيسي من انوس انه ينقذ حبيبها، وبيعرفها انه هيعمل كده وبتختفي. وبينجح ري وميسا انهم يوصلوا هم كمان، وبيظهر ليهم باب في نفس الوقت اللي بيظهر ليهم الذئب المخفي جينيل اللي بيسمح ليهم بالمرور دون اي اعتراض. وبيوصل ري وميسا لملك الروح ولكن مش بيرد على اسئلتهم، وبيكون لازم يجروا امتحان تاني علشان يقدروا يتكلموا معاه. والاختبار ده هو مبارزه بالسيف، ولازم ري ينجح انه يشق اقناع ملك الروح علشان يتكلم معاه. من ناحيه تانيه بيظهر جينيل لانوس ولينا وملك العالم السفلي اللي بيعرفهم ان مسموح لشخص واحد بس بالمرور، وعلشان كده هيتم اختبار هنا، واللي هيقدر يمسكني هو اللي هيعدي من هنا. في الوقت ده بيطلب ملك العالم السفلي انهم يوحدوا قوتهم، وانوس يتقدم للباب وهو ينقذ اللي اتخطفوا من قبل جينيل. وبيفعل انوس درع سحري على لينا، وبينجح انوس انه يمسكه بعد ما بيكتشف خدعته، واللي هي انه بيظهر للناس اللي مغمضه عينيها بس، انما اللي مفتح عينه ما بيقدرش يشوفه. وبيطلع ان لينا اتخطفت هي كمان اثناء الاختبار. نرجع بقى الري اللي بيقاتل ملك الروح اللي بيتصدى لهجوم ري بكل سهوله، ده غير انه بيصيبه وبيختم احد مصادره السبعه. وبيهاجمه مره تانيه وبتساعده ميسا لانها نص روح ويسمح ليها بالمشاركه في النزال، وبتستخدم سحر الروح وبتتحول لملكه الارواح العظيمه لينو، وبتدي ري سيف علشان يقاتل بيه. بيهاجم ري ملك الروح ولكن ملك الروح بيكسر سيفه، وبيستخدم ري سحر الحب اللي بينه وبين ميسا وبينجح انه يفوز على ملك الروح. لكن فجاه ملك الروح بيحبسه بسحره وبيهجم عليه هو وميسا في لحظه واحده. نروح لانوس اللي بيوصل لمكان النزال، وبيطلع ان ملك النصب مستنيه هناك. بتقوم بينهم معركه سحريه كبيره جدا، لكن انوس بيفوز عليه في النهايه. بيوصل انوس لمكان ري وبيلاقي احدى منابعه وبيستخدم سحر الاحياء وبيرجعه مره تانيه. وبيستغرب انوس ان ري يخسر حتى لو سيفه مخطوف، وبيعرف ري ان على الارجح ملك الروح هو شين، ده غير انه اقوى بكتير على اللي كان عليه قبل 2000 سنه. في الوقت ده بتظهر ميشا وساشا اللي بيوروه بس مباشر لافوس في مدينه ملك الشياطين اللي بيحرض الشياطين على البشر، ده غير انه بيحرض الملكيين على الهجائن، وكمان بيسيطر على الاباطره السبعه وبيأمرهم بالقضاء على انوس. وبيعرف انوس ان ده مش ملك الروح، وبيستخدم سحره وبيوصل عند افوس، وبيطلع ان افوس هو